ده بقى الشكل النهائي بتاعي. سامعين القرمشه؟ واو، شايفين الجمال؟ تحفه يا جماعه، تحفه بجد. قوموا اعملوه بسرعه، مش هتندموا بجد. يا صباح الفل على احلى ناس في الدنيا، اهلا بيكم. دلوقتي انا هعمل فطار ليا بحب افطر بيه جدا، وحابه ان انتوا تشاركوني وانا بعمله. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه بالعيش السوري في 5 دقايق. يلا بينا بسرعه، تابعوني وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا بسرعه. هجيب العيش السوري كده عندي، بما ان انا بحب التركي المدخن قوي، وانزل عليه بشرايح الجبنه دي، شويه الزيتون بتوعي، وشويه بقى الميكس تشيز بتاعتي، الرومي على الشيدر على الموتزاريلا. ويلا بينا نلف احلى ساندوتش عشان نحطه على الطاسه او لو عندك التوستر، ونشوف النتيجه بتاعته. طبعا زي ما انتوا شايفين الموضوع بسيط قوي، بس اهم حاجه ان احنا نحكم اللفه كويس، وهنسخنها على الطاسه من فوق، او لو عندك الجريل زي ما قلنا او التوستر هيدي نفس النتيجه اللي هنطلع بيها. يلا بينا بسرعه نشوف هيطلع عامل ازاي. جبت الطاسه اللي عندي وحطيت لها زبده، وهحط لها سنه زيت تاني عشان ما ينشفش معايا، بس مش كتير عشان تدي موضوع التوست ده. في ناس بتحب تعملها بزيت بس، فدي براحتك طبعا. هستنى بس لما تسخن شويه وهنزل بالساندوتش بتاعي. ده الفطار المفضل عندي بالنسبه لي، بحبه جدا، ما بياخدش معايا وقت، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه لذيذ جدا جدا. طبعا عشان ما عنديش توستر يعني فبتصرف بعملها على البوتاجاز من فوق زي ما قلنا، يا دوبك الفرشه بس عامله بيها الزيت والسمنه في الطاسه. انا هديله كده اللون الصدمه بتاعته، وبعد كده احط عليه عشان الجبنه جوه تسيح كويس. شايفين؟ واو، افكركم باللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. وزي ما احنا شايفين كلها افكار لطيفه وبسيطه، وبيبقى طعمها تحفه. طبعا سواء بقى بتعمليها ليكي للبيت عندك، لو عندك ضيوف وعايزين تتعشوا عشوه سريعه وفي نفس الوقت قيمه وحاجه حلوه وشيك ليهم وهتعجبهم، كل الكلام ده ينفع معايا الاكله بتاعتي المفضله دي. ده كده بقى تمام عندي، بقى ده الشكل النهائي بتاعي. وانا على فكره غطيت عليه شويه لما اخد اللون عشان الجبنه جوه اضمن ان هي ساحت خالص. يلا بينا نشوف بقى النتيجه بتاعت احلى واسرع ساندوتش في الدنيا. يلا، ده بقى الشكل النهائي بتاعي. هنشوف الجمال. سامعين القرمشه؟ واو، شايفين الجمال؟ تحفه يا جماعه، تحفه بجد. قوموا اعملوه بسرعه، مش هتندموا بجد، هتندموا لو ما عملتوهوش. يلا بسرعه اعملوه وقولوا لي رايكم.
ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. مستنيه رايكم وتعليقاتكم زي ما معوداني. احلى فطار. طبعا طعمه يجنن وتحفه، مش قادره اوصف لكم طعمه عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين ما خدش وقت خالص، وجماله كمان ينفع في اي وقت وفي اي مكان مع اي حد. في البيت مستعجله عايز تعملي فطار ليكي او للولاد، جالك حد على غفله بالليل وانتوا قاعدين وعايزين تعملوا عشوه حلوه ولذيذه وسريعه. طبعا طعم التركي وهمي، مش محتاجه ان انا اتكلم عنه، مع الميكس تشيز والحته بتاعه حدوقيه الزيتون سنه عامله شغل جامد قوي قوي، مش هتندموا بجد. يلا قوموا بسرعه اعملوه وقولوا لي ايه رايكم بعد ما تعملوه.